تزوجت 14 مرة في حياتها، وأطول زيجة استمرت 18 عاماً. نعم، إنها أيقونة الزمن الجميل الراقصة والممثلة الكبيرة تحية كاريوكا، التي تعد أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر على مر العصور، بل إنها أصبحت مدرسة ينتمي إليها الراقصات الجدد. وعرفت كاريوكا بنشاطها السياسي ومواقفها الجريئة مع الرؤساء ورجال السلطة، وتعد الراقصة الراحلة هي صاحبة أكبر عدد من الزيجات في تاريخ السينما المصرية، حيث تزوجت 14 مرة طوال حياتها. تزوجت تحية كاريوكا للمرة الأولى من انطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر وقتها بديعة مصابنا، وذلك في عام 1939، واستمرت الزيجة عاماً واحداً فقط لتنفصل عنه عام 1940. كان زوجها الثالث عشر الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة، وبقيت معه 18 سنة، وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء. بعدها تزوجت من المخرج حسن عبد السلام حتى وفاتها.